بسم الله الرحمن الرحيم. مع توالي الأحداث وتكالب الأمم وتفاقم الأخطار، تبقى الصروح الدعوية صامدة بإذن الله تعالى، تلاطم أمواج الحضارات لتبقى بسمة أمل ونسيم رجاء وإشراقة بشرى لمجد أمة عظيمة. وها هو المكتب التعاوني بحداد بني مالك، أحد تلك الصروح، يحمل بين طياته كنزا يحوي بريق الحسن ولمعان الجمال وسناء الحق، لينطلق كعقد مليء باللآلئ الحسان من الأنشطة الدعوية الهادفة، متوجا ذلك بقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبفضل من الله ورعاية كريمة من حكومتنا الرشيدة، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وبدعم من المحسنين وبذل من المنفقين، تأسس هذا المكتب عام 17 و400 وألف للهجرة، ليكون نبراسا لمنطقة بني مالك، يضيء جنباتها بنور الإيمان، حاملا شعار العمل للدين مسؤولية الجميع، لتخرج منه تلك اللآلئ الحسان من البرامج الدعوية الهادفة والتي يهديها لمجتمعه الإسلامي. فمن خطبة منبرية وكلمة وعظية وجولة دعوية وكتيب وشريط نافع بمختلف اللغات، ليرتقي بالجميع، متبعا في ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذا وقد كانت أبرز النشاطات للمكتب المخيمات الدعوية، لؤلؤة من تلك اللآلئ، فيها الآيات المحكمة والحديث الصادق والقول الفصل والقصة الموجهة والبيت المؤثر والفكرة الصائبة والتجربة الراشدة والترفيه المفيد، كل ذلك لجميع فئات المجتمع، كبارا وصغارا، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، عربا وعجما، ليأخذ بأيديهم إلى ديار الإيمان وبستان السعادة ورياض الأنس وجنات السرور، فيورث في نفوسهم حب الدين وصفاء المعرفة ونقاء الثقافة، ليجني الجميع ثمار الخير التي تعود عليهم وعلى أمتهم بالنفع والفائدة في الدارين. بدأ نشاط هذه المخيمات عام 21 و400 وألف للهجرة إلى عام 27 و400 وألف للهجرة، والتي كان مجمل عددها 15 مخيما، شملت حداد والقريع وثقيف. تلمس المكتب فيها حاجة الناس إلى التوعية والإرشاد، فأقيمت بذلك الدورات الشرعية والدروس العلمية والمحاضرات الوعظية والأنشطة الثقافية المتوجة بالمرح والفائدة. واليوم ونحن نفتتح المخيم 17 بحداد بني مالك يوم الخميس الموافق 19 من الشهر السابع لصيف عام 28 و400 وألف للهجرة، نبذر فيه بذور الجد لنجني معا ثمار العطاء بإذن الله تعالى،
فلنكن شركاء بناء ونجاح. وإليكم موجز عن خطة سير برامجنا لهذا العام بإذن الله تعالى. البرنامج العام، ويشمل هذا البرنامج الدورات العلمية والتدريبية والمقامة في فترة ما بعد العصر، والمحاضرات بعد صلاة المغرب، ولقاءات وأمسيات شعرية، وبرامج ثقافية بعد صلاة العشاء. ومن أبرز المستضافين فضيلة معالي الدكتور الشيخ عبد الله المطلق، فضيلة الشيخ سعد الشثري، فضيلة الشيخ محمد العريفي، فضيلة الشيخ صالح المغامسي، فضيلة الشيخ عبد الله السوالم. كما أن هناك برنامج خاص للشباب يقام بإذن الله تعالى على النحو التالي: برنامج 5:00 عصرا إلى المغرب، عبارة عن دوري كرة القدم والصالة الرياضية واختراق الضاحية وبعض البرامج الثقافية. برنامج بعد 11:00 ليلا إلى الفجر، عبارة عن برنامج رياضي ودوري كرة القدم وكرة الطائرة والصالة الرياضية والديوانية وصالة العرض المفتوحة وبرامج ثقافية مسرحية، بالإضافة إلى رحلتين لأداء العمرة. ويكون ختام هذا جلسة سمر شبابية مع دعاة تربويين مختصين بالشباب. وسوف يكون هناك بإذن الله تعالى رحلتين لأداء العمرة خاصة بالشباب. ومن البرامج المعدة أيضا في المخيم برنامج البراعم، ويوجد لهم برنامجين: الأول بعد العصر، وهو عبارة عن صالة رياضية وملعب مائي وبعض الألعاب الحركية. أما البرنامج الثاني سيكون بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب إلى 11:00 مساء، وسوف يكون عبارة عن برامج خاصة للبراعم ومسابقات ثقافية وحركية وغيرها من البرامج المفيدة والهادفة. كما أن هناك برامج للنساء في قسم خصص لهن في المخيم، يشمل على ما يلي: الدورات العلمية وتحفيظ القرآن الكريم، والتي ستكون بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر. كما أن هناك المحاضرات واللقاءات، والتي ستقام بإذن الله بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، والتي يكون منها محاضرات عبر الدائرة الصوتية مع الرجال أو مع الأخوات الداعيات المستضافات في قسم النساء، بالإضافة إلى البرامج الثقافية الهادفة والمنوعة بعد صلاة العشاء إلى 10:10 مساء. كما أنه يوجد قسم خاص للأطفال عبارة عن برامج هادفة ومنوعة، يتخلل ذلك كله الأطباق الخيرية والعروض الشيقة والسوق المفتوح، والذي يحوي ما تحتاجه المرأة بالضوابط الشرعية. وفي الختام، فما كان لتلك المنجزات أن تحقق على مر السنين إلا بفضل من الله، ثم بدعم وبذل من المنفقين المحتسبين، وتكاثف جهود الإخوة العاملين الذين ضحوا بكثير من أوقاتهم على حساب أهليهم وذويهم، محتسبين ذلك كله عند ربهم، راجين ما أعده لهم من ثواب عظيم في الدارين، متبعين في ذلك قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.